مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من وسط الدايره. تخيلوا كده معايا تصحوا من النوم تلاقوا خصوصياتكم وحياتكم الخاصه كلها بقت على الملأ. صوركم وفيديوهاتكم، حياتكم الخاصه بيتفرج عليها ملايين من الناس. احساس مرعب بس بيحصل، ومش بسبب خطأ واحد بس. ممكن بسبب كاميرا في ايدينا 24 ساعه، بسبب صفحات وحسابات بقت بتشتغل حرفيا عشان تصطاد الضحايا وتسرق خصوصياتهم. ومش بس كده، بقى عندنا نوع مختلف تماما، اخطر ابتزاز بيحصل جوه البيت نفسه. صور وفيديوهات خاصة بين زوج وزوجة بتتحول بعد خلاف بسيط لسلاح بيهد البيت وبيكسر احترامه وبيشوه سمعته. النهارده احنا مش جايين نعرض فضايح، احنا جايين نفتح ملف في مصادر بتوصفه ان اللي بيحصل فيه انه تجارة وتجارة منظمة، وسلعتها هي خصوصية بنات واسر كاملة. كلمة منظمة دي هي أهم كلمة في الموضوع، عشان هي مش فضيحة. التحليلات كلها بتقول إن إحنا لازم نغير كلمة فضيحة فلانة، لأن هي مش فضيحة، هي ضحية لسلسلة جريمة متكاملة من الجاني. الضحية مش دايما الصورة اللي احنا بنتخيلها. دي لابسة كذا، شكلها كذا، شخصيتها. دي بنت عادية جدا، ممكن تكون طالبة، موظفة، أو ست بيت ملهاش علاقة أصلا بالحياة الخارجية ولا السوشيال ميديا، بس فجأة تبقى ضحية لأنها اتحطت هدف لصديق أو شريك حب إن هو ينتقم منها بسبب جهاز اتسرق منها، لابتوب بيتصلح في مكان ما اتهكر، وبقت ضحية فجأة. صح يا أحمد؟ بالظبط. ومش بس عند كده، ده في طرف تاني زي اللي استولى وسرب المحتوى نفسه. هو ده المجرم. اصل الجريمه اللي دوافعه ممكن تكون مختلفه ما بين ماديه او انتقام او سيطره، وبرضه اللي نشر وبيشير وبيحوله لبيزنس، صفحات على وسائل تواصل وقنوات مختلفه، بتشويق، باشتراكات، بفلوس بتوصل ل 50 و 100 جنيه للفيديو. واخر طرف هو المشاهد اللي بيدفع وبيشارك وبينشر. هو مش متفرج بس، ده ممول مباشر للجريمه. لازم يكون عندنا وعي ونسأل ليه بتحصل الكوارث دي، ازاي بتبدأ، ليه البنات اصلا بتقع فيها، ليه بتتصور وبتبعت صورها لحد، ازاي الضحية بتتحول لمتهم في مجتمعنا. ومعانا النهارده الاستاذه نورهان عبد النبي، اخصائي ومعالج نفسي، علشان نفهم الجانب النفسي للجريمه دي. اهلا وسهلا بيك يا استاذه نورهان. اهلا بحضرتك استاذ أهلاً. احمد. اهلا بيك أستاذ استاذة أسماء. نورهان، أهلاً نورونا. بيكم. في البدايه كده قبل ما نبدا للحلول، احنا عايزين نعرف اللي بيقوم بالتسريب او بالنشر ده بيبقى بيفكر في ايه؟ ايه الغرض بتاعه من ورا حاجه زي كده؟ مبدئيا الشخص اللي بيقوم بارتكاب السلوك ده خلينا متفقين ان هو سلوك غير سوي. اي سلوك بيقوم بيه اي شخص موجود في المجتمع بيخالف عادات وتقاليد وقيم المجتمع، وفي نفس الوقت هو سلوك مؤذي للاخرين، هو سلوك غير سوي تماما. طيب، هل الشخص ده وهو بيقوم بارتكاب السلوكيات او الافعال دي بيكون شايف نفسه ان هو مجرم او ان هو بيرتكب حاجه غلط؟ هو ما بيكونش شايف نفسه ان هو مجرم خالص اطلاقا. طيب، ايه هي السمات العامه يعني بيعتبر ده وهو بيعمل بحاجه زي كده بيعتبرها زي حق مكتسب ليه يعني؟ بيعتبر ان هو حق مكتسب على حسب بقى علاقته بالضحيه او بالبنت اللي هو قام معاها بالتسريب. بالفعل ازاي او حق بالسلوك مكتسب وهو ده. بيعرضها للخوف والابتزاز؟ ممكن يكون، ما هو في كذا طريقه. هو ليه بيقوم بالفعل ده؟ هل هو بينتقم؟ هل هو عاوز يسيطر عليها زياده عن اللزوم؟ هل هو بيحس بنفسه زياده لما بيقوم بارتكاب افعال زي دي؟ طيب، انا في سمات عامه للناس اللي بتقوم بالحاجه دي. مبدئيا هو لازم بيكون شخص ان سوشيال، شخص ما بيحترمش عادات وقيم واعراف المجتمع اللي هو بينتمي اليه، شخص عنده استعداد نفسي ان هو يقوم بالسلوك ده، سلوك الغير سوي، اذا توفرت وتهيأت ليه الظروف. تمام، هو ما بيقومش بالحاجه فجأة كده، هو بيتابع وبيدرس وبيكون ليه في مؤشرات هو بيعملها في الاول عشان خاطر يقوم بارتكاب السلوك ده. بيكون شخص مندفع، ما عندوش تقدير لعواقب الامور، مفيش ادراك توابع الموقف او السلوك اللي هو يعمله، التوابع الاخلاقيه والتوابع الاجتماعيه. يعني وهو بيعمل كده هو مش فاهم هو بيعمل ايه، هي ولا مش، بيبقى مدرك قوي وبيعمله هو مدرك متعمد؟ وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا. احنا مش هنتكلم ان هو غير مدرك او غير واعي، لا، هو مدرك وواعي وعارف. الدليل ان هو بيعمل الحاجه دي في الدره، في الظلام. هو ما بيعملش الحاجه دي في النور، هو بيبقى خايف وهو بيعمل الحاجه دي، وهو شخص مدرك وعارف ان هو عنده مشكله. عارف انا عندي مشكله، بس هو ما بيطلبش العلاج.
خلاص شخص مندفع، شخص بيتعمد ان هو يعمل كل حاجه تخالف قيم ومعايير المجتمع، شخص عنده كبت داخلي. طب انا عاوزه اخرج الكبت ده بدون اي رادع، مفيش حاجه تقف قدامي. استاذه نور معلش، طيب بما اننا فتحنا جزء الكبت، طب مش كل الناس عندها كبت، احنا بنقول في حد بيبقى بيعمل كده بسبب مادي او بسبب كبت. طب اللي ما عندوش احتياج مادي ولا كبت اصلا وكل الظروف حياته مهيئه انه يكون انسان طبيعي، ليه بيتجه للفعل ده؟ انا بتكلم عن سمات عامه، مش لازم كل السمات دي تكون متوفره عند شخص واحد. طيب في شخص عنده كبت للدوافع او الغرائز اللي موجوده عنده، في شخص عنده احتياج مادي فانا عاوز البي احتياجاتي الماديه فبجيبها بصوره غير مشروعه تمام، او غير مقبوله اجتماعيا في المجتمع اللي هو موجود فيه. في اشخاص تانية بيكون عندها دوافع تانية، انا عندي دافع انتقام، انا عاوزه انتقم من البنت دي لانها سابتني، احنا كنا مخطوبين، احنا كنا متجوزين، دي جارتي مثلا. وعنده اعتقاد تاني ان هي بصت لي بصه وحشه، ان هي بتعاملني بصوره مش كويسه، ان هي مثلا انا اتقدمت لها فهي رفضتني، فمعنى كده ان يبدا يهاجمها. ده بيوجد عنده زي احساس بالاستحقاق ان هو يعمل التصرف ده، وهو اصلا شخص عنده شعور بالنقص. دايما كلهم بيبقى عندهم شعور دايماً بالنقص، لازم. يعني ما فيش حد بيعمل كده مجرد شهوه وعارف ان هو ممكن. البنت هتسكت بسبب الخوف من الفضيحه او كلام الناس او اتهام المجتمع ليها، فخلاص شايفها سهله فانا ابدا اعمل كده، هو ما عندوش اي مشكله. ده حقيقي. وممكن يكون اللي بيعمل الكلام ده برضه هو عنده شهوه، فهو بيحس بالاستمتاع وباللذه. وفي جانب اخر هو حب السيطره، ان انا اسيطر واحس بالاستمتاع، بيبقوا حاسين، بيبقى مبسوط وهو شايف الضحيه او الشخص الموجود قدامه بيتعذب. عشان كده معظم الحالات او الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت على الساحه الاجتماعيه كان في اطفال، ان المعتدي او ان الشخص اللي بيقوم بالسلوكيات الغير سويه بيستغل الضعف الضحيه اللي موجود قدامه. نفس الموضوع، ما هي البنت بتبقى ضعيفه في الوقت ده فهو بيستغل ضعفها. هي دي يعني الفكره، هو عشان الضحيه يسيطر نفسها عليها. لو هي اظهرت قوه مثلا، او ان هي رادعه من عندها ان هي هتاخد اكشن او رياكشن على الموضوع ده، هل اللي هيقوم بالتسريب او المجرم اللي هيعمل حاجه زي كده هيخاف يعملها؟ طبعا كده ساعتها الظروف ما بقتش مهيئه ليه. طبعا هيخاف، لكن هي ان هو يحس ان هي ضعيفه ويضغط عليها ويستغل الحته دي. احساس الخوف واحساس الضعف بينمي عنده الحاجه اللي هو عاوز يعملها، بيخلي الشخص المغتصب او الشخص المعتدي او اللي بيقوم بالسلوكيات الغير سويه، اللي بيسرب او اللي بيعمل الحاجات دي كلها، بيقوي عنده الحته دي. فخلاص انا هحس ان انا قوي. طول ما هو شايفها ضعيفه هو بيستمد قوته في ان هو يقوم بالسلوكيات دي من ضعفها، من خوفها. ليه اصلا البنات بتتصور؟ ليه البنات تتصور صور خاصه او فيديوز وتبدا تبعتها؟ هل ده طبيعي او هل مسموح ان احنا نبعتها لاي حد؟ دي صاحبتي ممكن ابعت لها صوره او فيديو او ايا كان خطيبي يعني او مش شرط ان هي كمان تكون صور. لا طبعا مش طبيعي. بس خلينا متفقين انه في دوافع كتير قوي، من ضمنها هي بيبقى الثقه المطلقه للبنت في الناس الموجودين حواليها، سواء اصحابها، سواء خطيبها، سواء زوجها، سواء عمها، سواء خالها، سواء اخوها. هي بيكون عندها ثقه في الدايره، بيكون عندها شعور بالامان في الدايره القريبه. اصل دي اقرب دايره ليا، فانا طبيعي ان انا اكون واثق فيهم وعندي شعور بالامان والثقه ان انا ابعت لهم براحتي حاجه زي دي. مش صح طبعا انها تعمل حاجه زي دي. طيب هي بعتت الحاجه دي ثقه في الشخص ده، ممكن يكون حب في الشخص ده، ممكن يكون شعور بالتعلق. ده مش حب، هو لو بيحبها مش هيطلب منها هي اصلا اللي بتحس بالحب. ممكن يكون كمان ابتزاز من الشخص، ابتزاز عاطفي نفسه، اللي هو انت لو ما عملتيش كده انت هتبقي مش بتحبيني، فهي دي بتحاول. المرحله اللي بتيجي بعد كده، وبتتحدد كمان طبقا للعلاقه اللي بين القائم بالفعل ده او مرتكب السلوك ده وبين الضحيه نفسها. العلاقه ما بينهم وبين بعض ايه؟ هل هم مخطوبين؟ فبيبدا يضغط عليها ويقعد يقول لها ايه، انا بحبك، انت لو ما بتحبنيش ومش تعملي كده خلاص احنا مش هنتجوز. فهي تبدا تحس شعور بالوحده وشعور بالهجران. ده هو هيسيبني، هو هيبعد عني، طب انا وحشه، طب انا لازم اعمل له الحاجه اللي هو عايزها. الاكبر من كده او الاصعب من كده لو هم اتنين متزوجين بقى، فيبدا يضغط عليها يقول لها انا بحبك، انا مش عاوز ابص بره، انا مش عاوز اخونك، ده انت يجيبنا فعلا عاوزاني للنقطه بتاعه المتزوجين. ايه اللي يخلي اصلا واحد متجوز يطلب من مراته حاجه زي كده؟ ما هي نفسها معاه. وبعدين طبيعي. هو لما بيطلب اصلا حاجه زي كده، الزوجه تعمل ايه؟ ايه التصرف الصح اللي المفروض طبعا تعمله؟ ترفض حاجه زي دي
طبعا ترفض مليون المية حاجه زي دي. لو بيحبها، لو خايف عليها، عمره ما هيطلب حاجه زي دي. هو طب ايه اكتر الدافع اللي حد بيخليه يعمل كده؟ حاجات كتير جدا. الدافع هو ممكن يكون اصلا شخص مريض، شخص عنده مشكله نفسيه، شخص هو بيستمتع وبيتلذذ بحاجه زي دي، ان هو يشاهد الممارسات الحميميه، سواء يشوفها على فيديو مع مراته، سواء يشوف ممارسات خاصه بين اشخاص اخرين. هو شخص بيشبع الشهوه او الغريزه اللي موجوده عنده عن طريق اي مؤثرات تانية خارجيه، خارج الاطار القانوني او للاسف الشرعي. يمكن الزوجه في الوقت ده بتبقى حاسه ان هو ده زوجي واللي بيطلبه ده من حقه. هي ما بتبقاش مدركه ان ده ممكن يوصلها لمشاكل زي التسريبات وزي الحاجات، او يبتزها بعدين في وقت من الاوقات لو انفصلوا او حصل ما بينهم عشان مشاكل، او لو كده- موبايله اتسرق، او لو موبايل موبايله اتسرق. يعني هو حتى كمان ممكن حتى لو هو ما فعلاً عملش فيها كده، ابسط حاجه وهو حتى لو فعلا حد بيحبها، كويس. بس هو عايز يشوف الحاله دي. طب ما هو موبايله نفسه ممكن حقيقي. يتسرق، صح. يبقى خارج عن ارادتهم هو هما ليه بقى من الاثنين. البدايه ما بيفكرش اصلا في حاجه زي دي؟ هو مم. لو خايف عليها مش هيفكر في حاجه زي دي. حتى لو هو مسافر وبيقول لها انا مسافر وانا مش موجود، طب تعالي نفتح فيديو مع بعض، طب تعالي نشوف بعض، ما ينفعش. نوجه رساله بقى للي لازم بيفتحوا فيديوز ترفض. دلوقتي يا استاذه نور، اللي بيفتحوا فيديوز ويتكلموا مع بعض فيديوز، ان سهل جدا ان انتوا ممكن يتسجل لكم الفيديو وانتوا بتتكلموا، لان بتحصل في المدارس دلوقتي بين الصحاب مش بس الازواج، وبيبدا يتسجل لهم اطفال فيديوز. صغيرين وبنات في سن المراهقه بيتم ارتكاب حاجات زي دي معاهم، وهم بيبقى في حاله صدمه وحاله شلل. انا نتيجه مش لقله عارف خبره اتصرف عندهم، هم ازاي. ما عندهمش خبره في للي قلة بيعملوه ده، خبرة. ايه اللي هيحصل ما هي معاهم. المرحله العمريه دي، ما هي دي اصعب مرحله عمريه، وهي دي اخطر مرحله عمريه. ولو نلاحظ ان معظم المشاكل اللي طالعه على الساحه الاجتماعيه خلال الفتره اللي فاتت هي المرحله العمريه دي يا جماعه. مفيش توعيه للاسر عشان خاطر التنشئه الاجتماعيه، ازاي يتعاملوا مع اولادهم في المرحله دي سواء ولد او بنت، ازاي يعلموهم، ازاي يأهلوهم على دخول مرحله جديده في حياتهم، ازاي يأهلوهم يتعاملوا مع المجتمع والتصرفات اللي ممكن تظهر بصوره فجأة، ازاي ما يتصدموش ان هم لازم يتعاملوا، لازم ياخدوا خطوه ولازم يقولوا لا. لازم نتعلم ان من المقبول ان احنا نقول لا للسلوكيات الغلط. يعني من كلامك، انا اسف، لا، من اتفضلي. كلامك هو كده المرحله العمريه بتاعه المراهقه دي هي دي اخطر مرحله، يعني هي دي اللي بيتكون فيها الانحرافات دي السلوكيه حقيقة. اللي مش بتخلي هنتكلم الشخص ده. الشخص اللي بيقوم بارتكاب اي انحراف سلوكي ما بتبانش في مرحله المراهقه، بس من قبل كده. طب الشخص ده بتتكون امتى؟ يعني الشخص ده بتبدا من امتى؟ ممكن من طفل 5 سنين من مثلا؟ وهو طفل صغير بيبداوا الاهل ياخدوا بالهم ان في سلوكيات غريبه. صحيح. الطفل مثلا عدواني جدا، عنيف قوي في تصرفاته، بيشد الحاجه وبيضرب اصحابه. الشخص ده بيبدا يحط ايده في اماكن مختلفه في جسمه، اماكن الناس اللي موجودين، يبدا يلمس الناس طريقة اللي هو الهزار بيتعامل برضو. معاهم، طريقه هزاره، بيقول الفاظ غريبه، والحاجات دي مش متعارف عليها في البيت اللي هو اتربى ونشأ فيه. فيبداوا يدوروا، بيتفرج على ايه في التلفزيون، ماسك الموبايل بتاعه بيشوف ايه، مين هم اصحابه اللي موجودين في الحضانه، او مين هم اصحابه اللي موجودين في المدرسه، بيتكلموا في ايه، اسلوب كلامهم، بيقولوا ايه لبعض. لازم اعلمه انه ازاي انا عندي في اماكن خاصه في جسمي ما ينفعش حد يشوفها ولا انا اشوفها عند حد. طب الطفل يبدا يتقال له ان الاماكن الخاصه دي من سن كام؟ يعني يبدا يتوعى في حاجه زي دي من سن كام؟ اول ما يبقى واعي ومدرك وبيعرف يتعامل خلاص، انا ابدا اقول له. أنا 4 طول سنين الوقت- مثلا طول او الوقت- 3 اول ما سنين؟ بيبداوا طول يروحوا الوقت. المدارس، اول صح ما كده؟ يبدا يخرج خلاص، ابني هيبدا يخرج للعالم الخارجي. من قبل ما يخرج للعالم الخارجي، طول ما هو واعي وعارف ان انا بقول له ان ده صح وان ده غلط، وهو عارف الحاجه دي ومستجيب ليا وبيتكلم معايا، ابدا اعلمه. ازاي يا استاذه نور؟ لان في اهالي بتتكسف تتكلم مع ولادها اصلا. ازاي يوصلوا لهم المعلومه احنا ان ده هنتكسف. غلط؟ مين هيتكلم؟ مين هيتكلم؟ ما ده اللي لازم- بنوجهه هم ما بقى عندهمش للاهل. الجرأة، ما عندهمش عندهمش الثقافة جرأة. دي، يعني مش عارفين يقولوها ازاي، يقولوا يعبروا لازم- عنها للطفل دي ازاي. حقيقه. لازم نتعلم ده ولازم نكتسب ده ولازم نقرا. مش عيب حتى لما اولادنا يسالونا على حاجه واحنا ما عندناش اجابه ان احنا نقول ان احنا هندور على الاجابه طب وهنجاوب. لو هنوجه الكلام ده مثلا لحد متعلم، طب لو أسرة بسيطة ما ممكن يكونوا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ممكن في بيئة بسيطة، نوجه لهم رسالة ازاي؟ يعني نعلمهم او نلخص لهم الموضوع ده في ايه؟ لازم اجيب ابني او بنتي واعرفه، لازم افرجه على فيديوهات، ما عنديش امكانيه ان انا اوريه فيديوهات. لازم اقول له ان انا في اماكن مهمه في جسمي وفي اماكن خاصه في جسمي ما ينفعش حد يشوفها، ما ينفعش حد يهزر معايا، ما ينفعش الولاد بالذات الولاد او البنات لما بيجوا يهزروا مع بعض، ما ينفعش حد يجي يهزر معاك يمسكك من الحزام بتاعك، ما ينفعش حد يحط ايده على جسمك من فوق، ما ينفعش. طب لو حد جه قال لك تعالى في اسرار مقبوله
لازم نعلم ولادنا ان في اسرار مقبوله، زي الحاجات اللي بتدور جوه بيتنا دي سر ما نقولوش لحد، السر اللي بيبقى بيننا وبين بابا وماما، بيننا وبين اخواتنا. لكن لما يجي حد من بره يقول لك انا هقول لك سر وعاوز بابا وماما ما يعرفوش السر ده، ما ينفعش ان هو يبقى سر. لازم اقول لا، ولازم اقول ان بابا وماما يكونوا عارفين الاول. طيب الشخص ده لو قال لي تعالى نقف في مكان بعيد، لو هو في حضانه، البيوت الصغيره اللي بتبقى موجوده في الحضانات دي انا ما بحبهاش، الاطفال بيدخلوا يقعدوا جواها، بتبقى كثافتها عاليه، وفي نفس الوقت السلوكيات اللي بتحصل جواها مش متراقبه. الاشراف او اللي موجودين المسؤولين او المعنيين في المكان هم ما بيبقوش شايفين، الصوره ما بتبقاش واضحه، الاطفال قاعده جوه البيت ده بتعمل ايه؟ لازم يكون في متابعه، لازم اعلمه انه ما يدخلش يقعد مع طفل تاني لوحدهم جوه البيت ده، حتى لو هم بيلعبوا ما يروحش يستخبى ورا سلايد، ورا زحليقه ويلعب مع صاحبه. ما ينفعش صاحبه يقول له تعالى إيه انا هقلع مثلا، او انت تقلع، او انا اشوف الحاجه دي، او انت تشوف الحاجه دي، او صاحبه يهزر معاه ويقول له ايه انا اسف انا كنت بهزر ان هو لمس الحاجه دي. طب اول مره خلاص اسف، لما الموضوع ده يتكرر اروح اقول لماما، لازم اقول لماما. وبالذات خلينا متفهمين فكره انه احيانا السلوكيات الغير سويه بتصدر من الدايره القريبه لينا، انه كمان لا عمه ولا احنا مش بنلقي اللوم او التهم على حد، بس احنا بنأمن ولادنا، لازم نحترم الخصوصيه. احترام الخصوصيه، لا خاله ولا عمه ولا جده ولا اي حد مفيش حد مسموح له ان هو يجي عند المناطق دي، ان هو يلمس الاماكن. استاذه نور، طب لو حد خلاص بالفعل هو اتمارس معاه كده او حصل معاه شيء غير اخلاقي بالشكل ده، ازاي نمنعه؟ ازاي نرجعه عن الموضوع؟ نعالجه ازاي؟ العلاج يبدا منين؟ ده لو حد صغير ولا حد كبير؟ انه تحرش يعني؟ طفل، لو طفل حصل له الاطفال اللي ممكن تتعرض لحاجه زي كده. الطفل ده لازم 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 الاب والام، مش فكره انه خلاص انا هتعامل مع ابني او بنتي فانه خلاص كده الموضوع انتهى وانه انا جبت له حقه. لازم يكون في تاهيل نفسي. ليه؟ علشان خاطر في بعض الحالات، مش لازم ومش شرط ان كل الحالات، انه الشخص اللي تم الاعتداء عليه فيما بعد لما يكبر هو يتحول لمعتدي، ان هو بيبقى بينتقم من الاسره، بينتقم من المجتمع، بينتقم من كل حد بيشوف في خياله صوره المعتدي او اللي قام بالسلوك ده عليه. فهو ممكن في المستقبل لو ما تمش علاجه من هو صغير، بعد ما كان هو شخص معتدى عليه تحول هو كمان مش شرط انتقام، هو ممكن يحب الحاله دي. فاحنا ازاي دي النقطه الثانيه بقى، النقطه ازاي احنا نكرهه في الحاله دي؟ زي اللي بيتفرجوا على فيديوز وهم دلوقتي متزوجين، ازاي نمنع؟ ازاي نرجعهم تاني لنقطه البدايه ان ده غلط؟ لنقطه الطفل الاول قبل ما ندخل في مرحله المتزوجين ومشاهده الفيديوز. الاطفال الصغيرين لازم يكون في تاهيل نفسي كويس جدا ليهم، لازم يكون في متابعه من الاهل، لازم الام بالذات تبدا تتكلم مع البنت او مع الولد وتعرفه ان دي حاجه غلط، وان دي حاجه حصلت، واللي عمل الحاجه دي هيتحاسب، وان هو ربنا هيحاسبه، وان احنا تبدا تشغله بقى، يبدا يلعب رياضه. ازاي ما يحبش؟ يبدا، ما هو طفل صغير هيحب الحاجه دي لو تم ممارسه السلوك ده معاه، التكرار، الممارسه المتكرره معاه. لكن هو في واقعه تمت معاه، يبقى مش معنى كده ان الطفل هو بقى خلاص بقى عنده مشكله، انا هتعامل وهقيه من المشكله نفسها. طب سؤال، من ان الحاجه تحصل، اي مرض مثلا طبي ممكن نعمل له تحاليل، ممكن نعمل له اشعه بنكتشفه. انا كأسرة هل واجب عليا ان انا من وقت للتاني اعمل زي اختبار نفسي للطفل او لابني، بحيث ان انا اطمن عليه لو ليه اي انحرافات سلوكيه معينه، ليه ميول معينه، اتعرض لحاجه وهو ما قالش عليها؟ قبل ما انا اعمل الاختبار، لو انا عاوز اعرف ابني اتعرض لحاجه او لا، مهم قوي يا جماعه. تاني هنتكلم الكلام الكلام الكلام، ان الاسره تتكلم مع اولادها. ما هو اغلب الوقائع بيجي يجاب الطفل او الابن نتفاجئ ان كان بيحصل معايا من سنه ومن سنتين وهو كان خايف يقول، لان هو اتهدد بطريقه ما، حد قال له شخصيه ضعيفه يا احمد. في اطفال بتبقى شخصيتها ضعيفه جدا، احنا بتخاف تتكلم. عشان كده انا بتكلم، بيبقوا مولودين كده يا استاذه نور. في اطفال للاسف بيبقوا مولودين شخصيتهم ضعيفه جدا، منطويين اكتر. هي التوعيه بقى، ما هي الاسره نفسها والتنشئه الاجتماعيه هي اللي بتنمي السمات دي في شخصيتنا. ازاي؟ قولي للناس او بتقوي حاجه او بتبعد حاجه. مهم، ما هو ده اللي احنا بنتكلم نعمل فيه. ايه في الطفل؟ نقوي شخصيته عشان يقدر يقول لا، ايه اكتر الحاجات اللي تقوي شخصيه يواجه الطفل من وهو صغير؟ لازم اعلمه انه اول حاجه يا جماعه مهمه قوي ان احنا نعلم ولادنا انه من حقه ان هو يقول لا،
ومقبول ان هو يقول لا في سياق الاحترام ايا كان تمام. للكبير او الصغير. الحاجه اللي انت شايف وماما وبابا معلمينك انها غلط وما ينفعش انها تتعمل، لما حد يطلبها منك اتعلم ان انت تقول لا ما تخافش، وخليك دايما عارف ان اي حاجه هترجع فيها لبابا وماما هيصدقوك. انا هصدقك ايا كان الموقف ايه لانك ابني، وانا هخاف عليك وانا هحميك. محدش هيحبك ويخاف عليك قدي. مهم قوي ان الطفل لما يرجع كل يوم البيت لازم ماما وبابا لازم يسالوه ايه اللي حصل طول اليوم، لعبت ايه مع اصحابك، اتكلمتوا في ايه، عملتوا ايه. والطفل اللي ما مين هزر بيتكلمش معاك؟ لازم اعلمه ان هو يتكلم، بيتضايقوا وبيزعلوا. والجيل بتاع دلوقتي هو كل يوم نفس السؤال، دي حقيقة. هو كل شويه ما اعرفش ما حصلش حاجه، لا انا هسال ولازم نكرر لازم عادي، ما نملش من حاجه ما زي كده. تملش. طيب احنا لو حاول رجعنا كل يوم. تاني بقى طيب ايه هي للبنت، السلوكيات؟ او لا لو رجعنا أكمل لك للضحيه نفسها اجابه مثلا. السؤال. السلوكيات اللي انا مش محتاجه اعمل اختبار. انا زي ما انا قلت تاني، انا في سلوكيات معينه انا هشوفها على ابني او على اصحابه او على الجيران او على اخويا او اختي، تبقى هي مؤشر. بوادر او مؤشره مؤشر. لحاجه زي مؤشر كده. إن في حاجة تغيير غلط في حياتي، في حاجه في غلط حصل بتحصل. تغيير. الحاجات دي احنا قلناها في البدايه لما اتكلمنا. صحيح. طريقه كلام الطفل، طريقه معاملته مع اخواته في البيت، جسمه نفسه. الطفل لما بيدخل التويليت بيقفل على نفسه الباب، من الحاجات المهمه قوي. طفل وهو يقفلش على بيغير نفسه. هدومه لازم يقفل على نفسه. لازم وهو في التويليت يقفل على نفسه. ما ينفعش تخرج وانت مش لابس هدومك او وانت مغطي جسمك، حتى لو قدام بابا. لو انا علمته انه يحافظ على الحاجات دي من وهو في البيت مش هيعملها بره. طب لو لو ما رجعنا قلعش قدام حد في البيت مش هيقلع لو قدام حد رجعنا بره. لنقطه زي النقطه بتاعه التسريبات اللي بتحصل لحد، واتكلمنا عن حد زي الضحيه. الضحيه دايما المجتمع بيهاجمها وبيقول مثلا دي فضيحه فلانه، مع ان هي اصلا هي ضحيه، بيعاملها على انها مجرمه. هو ده ليه المجتمع دايما بيقول كده؟ دي حيلة دفاعية أو وسيلة نفسية لا شعورية بيستخدمها المجتمع عشان يبعد الخوف عن نفسه. إنه بمعنى أنا ما عملتش نفس السلوك أو الحاجة اللي الضحية عملتها، فبالتالي الحاجة دي مش هتحصل معايا. طيب دي حيلة هم بيستخدموها، فكرة بيصدر لنفسه شعور زائف بالأمان. أنا هحس بالأمان لو أنا طول الوقت لومت الضحية. هي أكيد عملت حاجة انا ما عملتهاش، هو راسم ولازم ما شكل معين بيعملهاش. للضحيه، راسم هي اكيد صورة غلطانه فيها وشكل حاجه. ان هي لازم تكون غلطانه. دي اول حاجه، ان انا ببعد الخوف عن نفسي وبصدر لنفسي شعور زائف بالامان. طيب الحاجه الثانيه ضعف الضحيه. انا لما الوم شخص ضعيف في سكوت. الموقف اللي هو موجود فيه وهو ضعيف وساكت، بالنسبه لي اسهل واسرع مهاجم حد تاني. طب الحاجه الثالثه القيم الاخلاقيه اللي موجوده في مجتمعنا. ما هي اللي راحت قعدت مع ولد لوحدها، هي اللي صورت، هي اللي بعتت، هي اللي تلاقيها كانت لابسه كذا او عامله كذا. اصلا ده غلط، احنا ما بنعملش كده، مش متعارف على الحاجات دي في مجتمعنا. حاجه تانية الادراك المتاخر. يبدا المجتمع يوجه لها لوم، يقول لها يعني هو ما كانش فيه مؤشرات، يعني هو انت ما خدتيش بالك. بس طيب احنا كده يعني الوقت دايما مش هيسعنا ان احنا فعلا نقفل الموضوع. يمكن في حلقه، يمكن هيحتاج منا اكتر من حلقه برضو بعدين نتكلم عليه، سواء من جانب اجتماعي او جانب قانوني او بخلافه. وفي الاول وفي الاخر اللي اتكلمنا فيه النهارده مش قضيه فرديه، دي جريمه ليها اطراف وسوق ومكسب وضحايا حقيقيين حياتهم بتتكسر. لو عرفنا حاجه النهارده فهي ان الضحيه مش مجرمه. ما ينفعش تسيبي نفسك ان يتقال فضيحه كذا، دي مش فضيحه، دي جريمه. ما تسكتيش واتكلمي وخدي حقك وشوفي حد يساعدك، ولازم تلجئي للاماكن المختصه. صوتك هو سلاحك. كلنا لازم نراجع نفسنا قبل ما نعمل شير او نفتح لينك او نعيد نشر حاجه ما تخصناش، لانك في اللحظه دي مش متفرج، انت شريك في الجريمه. فبلاش تساعد في فضيحه اي واحده. شكرا لضيفتنا الأستاذة نورهان عبد النبي على المعلومات الرائعة والحلقة القيمة. يا رب نكون عرفنا نفيدكم حتى لو بمعلومة بسيطة. نشوفكم في حلقة جديدة من وسط الدايرة.